يلا يا جماعه نخطط لشهر سبتمبر مع بعض. بحس ان اخر ربع في السنه هو اكتر ربع بنقدر ننجز فيه. مش عارفه لو بتحسوا زي ولا لا. ايا كان مش عايزاكم تحطوا دي حجه وتقولوا ان احنا خلاص السنه خلصت فاحنا مش هنخلص نبدا حاجه. بقى بالسنه الجديده، فقوموا لو سمحت من دلوقتي خططوا لشهر سبتمبر ومش عايزه اي حجج او اعذار. زي ما عملنا الشهر اللي فات هنعمل الشهر ده. اول حاجه هنعملها هي ان احنا نكتب الكالندر علشان بنكتب فيها اي مواعيد او اي حاجه احنا عايزين نكتبها او حصلت خلال الشهر ده. وغيرت شويه صفحات في الشهر ده علشان في الفيديو اللي فات انتوا قلتوا لي على شويه حاجات عايزين انكم تعدلوها، فعملت لكم افكار علشان تنسوا. اخترت في الجزء اللي تحت ان احنا نعمل تراكر بحيث ان احنا نتبع العادات الكويسه اللي عايزين نحطها او العادات اللي احنا عايزين نتخلص منها. الصفحه اللي جنبها بقى هنكتب الحاجات اللي عايزين نعملها والحاجات اللي احنا حققناها اوريدي علشان كل شهر بنراقب احنا خلصنا ايه في الشهر ده. بقى بدل ما هنعمل الجدول اليومي اللي انا عملته في الشهر اللي فات احنا هنعمل الويكلي بلانر علشان نعمل الاهداف بتاعتنا كل طبعا أسبوع. اكيد مش هنعرف نعمل الديلي بلانر علشان احنا عارفين لو عملنا كده الصفحات كلها هتخلص، فانا عملت لكم هنا الويكلي بلانر وعملت لكم الفكره دي فلو عجبتكم هي عباره عن ان احنا بنكتب الكالندر على جنب وبنعلم على الايام بتاعه الاسبوع وهنعمل خانه للتو دو ليست ودن وكمان الشوبينج ليست بتاعه كل اسبوع علشان نخلي الموضوع سبيسيفيك اكتر ونركز في كل اسبوع على اهداف معينه. هنعمل من الصفحه دي حوالي 4 صفحات علشان على عدد ايام الاسبوع. لو عايزين تشوفوا الجدول اليومي هتلاقوه في تخطيط شهر ولو عايزين تعرفوا الادوات اللي استخدمها من فين تقدروا انكم تشوفوا الفيديو اللي قبل. اي حد طبق الفكره يا ريت تصوروها وتبعتها لي واعملوا فولو علشان تشوفوا فيديوهات زي كده كتير. بس كده، سلام.